في تطورات القضية بين محمد سامي وعفاف شعيب، قضت محكمة الجنح المختصة بتغريم محمد سامي مبلغ 5000 جنيه بعد إدانته بتهمة السب والقذف والتشهير بها. وجاء في حيثيات الحكم أن الواقعة ثبتت بما قدم من أدلة ومستندات من فريق دفاع عفاف شعيب، والتي شملت تسجيلات صوتية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت بأنها مسيئة وخادشة للحياء. خلال جلسات المحاكمة أكدت عفاف شعيب أنها تعرضت لإساءة مباشرة من محمد سامي، مشيرة إلى أن تصريحاته تضمنت كلمات جارحة تمس كرامتها الشخصية والمهنية. وطالب فريق الدفاع الخاص بها بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه، مؤكدين أن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكلتهم لا تقدر بثمن، خاصة أنها تتمتع بتاريخ فني طويل واحترام جماهيري واسع. في المقابل نفى محمد سامي خلال مرافعته تعمده الإساءة لعفاف شعيب، مؤكدا أن تصريحاته فسرت بشكل خاطئ وخرج بها عن سياقها، مشددا على احترامه لمسيرتها الفنية واستعداده لتنفيذ قرار المحكمة. يذكر أن هذا الحكم جاء بعد يومين فقط من صدور حكم آخر ضد محمد سامي، حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة شهرين بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة.